سلام عليكم البنات. اليوم درت لاصوب تاع الكابوية، جات بنينه، جات هايله بزاف. لهنا في العاده ندير بها الطعام ولا ندير بها الشخشوخه نتاعنا. عندي لهنا كميه من الكابوية، درت حبه بصل ودرت 2 حبات بطاطا. البطاطا هي اللي تخليها لك تجي خضره. قشرتهم قطعتهم هكذا قطع رقيقه، وراح ندير فيها 3 حبات جبن. عندي شويه فلفل اسود والملح، مانيش راح ندير فيها الطماطم على بالي قلت لكم تجي بنينه بزاف وخفيفه. بما انه جاي رمضان جربوها. راح نديرها بزيت زيتونه، يعني في نفس الوقت صحيه وخفيفه وسهله. والبنه ما نحكي لكمش بنينه، ما مني ما يحبش الكابويه يحبها بهذه الطريقه. اول مره راح نجربها. في العاده الكابويه ندير بها الطعام ولا ندير بها الشخشوخه نتاعنا. وما فيهاش الدجاج، يعني ماهيش مكلفه. لهنا جبت مرميطه درت فيها شويه زيت زيتونه، وراح ندير فيها شويه، مانيش راح نستعمل الزيت الطبيعي. والزيت هذا عطاتولي وحده حبيبتي كفر خيرها، بنين هايل بزاف. راكم تعرفوا الزيت تاع الجواجله. راح نحطها هنايا فوق النار تتقلى شويه. درت قطعه تاع الزبده ونحطها فوق النار تتقلى، ونحط فوقها هذيك الكابويه. ما نقليهاش بزاف، وجدي الماء سخون ما تنسياش باش تمرقي بيه. جربوها ما تندموش. واللي يتفرج الفيديو ما ينساش الاشتراك القناة ويفعل زر الجرس باش اي فيديو نحطه جديد يوصلكم. ما تنسونيش بالتعليقات الايجابيه. مرحبا بالزائرين الجدد. كما قلت لكم نحط الكابويه، والكابويه هذه بنينه بزاف حلوه. كاين واحد النوع هكذا تجي صفراء ما تجيش حمراء، تكون صامته شويه، جات حلوه. الكميه هذيك الملح اللي درتها جات ناقصه شويه، زدت لها من بعد شويه ملح لانها حلوه كما قلت لكم. هذه 500 غرام، يعني على حساب عدد الاشخاص. والتوابل ما فيهاش بزاف، غير فلفل اكحل. تحبي تضيفي توابل واحده اخرين كيما مثلا كركم، انا ما نحبوش باش تجي صفرة هكذا. نخليها طيب. وهذو قطع تاع الجبن في الاخر، ولا ديري طرف تاع جبن تاع الشاف مرقتها هنا بالماء سخون ونخليها طيب في عقلها. تحبي ثاني تضيفي لها ورقه تاع الرند يعطيك جو كيما نقولوا هكذا مليح. خليتها طيب. نروح نشوف شغالاتي. يعني وصفة سهلة وسريعة وصحية ومفيدة في فصل الشتاء. لهنايا بعد ما طابت راح نميكسيها وهي سخونة هكذا. نضيف لها الساعة هذوك القطع تاع الجبن ما ننساهمش. نميكسيها وعاودي رديها للنار باش اللي عندهم لي غاز الكولون كي تعاودي ترديها للنار بعد ما ترحى يخرج منها هذاك الفقاعات الهواء، يعني ما تضركش. هذه هي النتيجة. ولازم تجي ثقيلة شوية، كما تعرفوا لاصوب ما تجيش ماء، يعني ما اذا درتي لها الماء بزاف حاولي تخفيها. هذا هو القوام تاعها. جات بنينه هايله بزاف، ما مني ما يحبهاش يولي يحبها، خاصه مليحه الاطفال. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.